بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيديو جديد كورة كل يوم مع مؤمن، وأخبار جديدة عن نادينا نادي الزمالك. الحمد لله الموسم انتهى بكل ما فيه، بكل مساوئه، بكل موبقاته. احنا شفنا موسم ولا أسوأ من ناحية كل شيء، تنظيميا وتحكيميا، حتى على مستوى الزمالك إداريا. أتمنى أن الموسم اللي جاي يكون أفضل من كده، واتمنى ان فريق كرة القدم في نادي الزمالك يتم دعمه بطريقة اقوى من كده بكتير، ان كان مجلس ادارة نادي الزمالك في نيته انه يحصد بطولات الموسم اللي جاي. الزمالك على فكرة مش ناقصه كتير لو التشكيلة الاساسية رجعت، اللي هي فيها عبد الله السعيد وناصر ماهر ودونجا واحمد سيد زيزو واحمد حمدي. الناس دي لو متواجدة في ارضية الملعب تقدر ترجح كفة الزمالك في كل الاوقات. ينقصهم بعض التدعيمات، وباذن الله باذن الله مجلس اداره الزمالك ينجح في انه يعملها. وقتها بس هنقول ان احنا عندنا فريق قادر على حصد البطولات. تفائلوا بالخير تجدوا. تعالوا بينا نبدا اخبارنا، ولكن قبل ما نبدا ادعموا الفيديو ده بلايك وشير، ويلا بينا على اول الاخبار. جديد ملف مستحقات اللاعبين. مصدر من داخل نادي الزمالك اكد ان هناك دفعه جديده من المستحقات سيتم صرفها خلال ساعات للاعبي كره القدم، وذلك ضمن سياسة إدارة الأبيض لحل أزمة المستحقات الخاصة باللاعبين في المقام الأول. الزمالك تحصل على 30 مليون جنيه، وسوف تقوم الإدارة بصرفهم بالكامل للاعبين خلال ساعات. الزمالك دلوقتي بيسعى زي ما قلنا كده ان هو يسدد كل مستحقات اللاعبين الموجودين حاليا، سواء اللي مكملين مع الفريق او اللي هيمشوا بعد نهاية الموسم بنهاية مباريات الكاس، عشان ما حدش بعد ما يمشي يشتكينا ونخش في قصة احنا مش عايزين نخش فيها. اخونا اسلام صادق طلع وكتب على الفيسبوك مفاجأة: عضو بمجلس الزمالك يهدد بتقديم استقالته. طب يا عم اسلام، بيهدد بتقديم استقالته ليه؟ لا مش هقول. طيب مين هو العضو؟ لا مش هقول. طب لمح لنا من بعيد واحنا ناخد بالنا؟ لا برضه مش هقول. مش هيقول ليه؟ لان مفيش اي عضو في مجلس اداره نادي الزمالك اصلا بيرغب في تقديم استقالته، ومفيش اي مشاكل حقيقيه ما بين اعضاء مجلس اداره الزمالك وبعضها. الدنيا ماشيه كويسه جدا ومفيش اي مشاكل، لكن نسكت. نسكت ليه؟ اول قرار من الزمالك بعد مباراة البلدية. في اول قرار من المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق عقب مباراة بلدية المحلة، حيث يستعد فريق كرة القدم في نادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش مساء الاربعاء المقبل في دور ال16 من مسابقة كأس مصر. قرر جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الاحد، على ان يعود الفريق من جديد الى التدريبات يوم الاثنين من اجل الاستعداد لمباراة طلائع الجيش في بطولة كأس مصر. حجم إصابة لاعب الزمالك الشاب. كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل نقل اللاعب حازم أسامة لاعب الزمالك إلى المستشفى عقب مباراة بلدية المحل، حيث تعادل الزمالك في تلك المباراة بهدفين لهدفين وأنهى مشوار الدوري هذا الموسم. تقارير أشارت أن حازم أسامة تعرض إلى قطع فوق الحاجب نتيجة الاصطدام برأس لاعب بلدية المحلة، وإصابته كانت خطيرة ولذا تم نقله إلى المستشفى. وكان طبيب الزمالك قد أكد على استقرار حالة اللاعب، وأنه سوف يقوم بعمل عدة أشعات في المستشفى لمزيد من الاطمئنان. وكشفت التقارير أن اللاعب حازم أسامة يعاني من جرح متهتك أعلى الحاجب ويحتاج إلى تدخل جراحي سوف يكون خلال الساعات القليلة القادمة، وتم التأكد من عدم تواجد أي كسور في الوجه. الناس مش عاجبها حاجة خالص وبتنتقد لمجرد النقد وبس. بمعنى الزمالك ولاعيبه الزمالك لما دعموا احمد فتوح بعد هدف الزمالك في بلديه المحله، ناس طلعت قالت ايه قله الادب والسفاله دي؟ لاعب عامل مصيبه زي دي وانت جاي تدعمه؟ دعمه عندك على السوشيال ميديا. ولو ما كانش حد افتكر فتوح بصوره او باخرى في المباراه، كان نفس الناس طلعت وقالت انتوا نسيتوا اللاعب ونسيتوا انه ابننا ونسيتوا ان احنا لازم نقف جنبه. زي بالظبط موقف الزمالك كده من اشرف بن شرقي، من حاجات بسيطة كان كل الناس بتتكلم يا إدارة يا اللي فيكي يا اللي عليكي لازم تتعاقدوا مع أشرف بن شرقي، لازم الفرقة تتقل عن كده. ولما الزمالك بدأت الأخبار تنتشر إنه قرب من أشرف بن شرقي، طلعوا نفس الناس وبدأوا يتكلموا إن أشرف بن شرقي غير مفيد، وإن مستواه دلوقتي مش نفس مستواه لما مشي من الزمالك، وإن في لعيبة تانية أحسن كتير وأقل سعرا من أشرف بن شرقي. رسالتي لإدارة الزمالك ولاعيبة الزمالك: انت مش هترضي كل الناس، اعمل اللي انت شايفه صح بعد دراسة متأنية، وإذن الله ربنا يوفقك.
من هو الوفد الزملكاوي المتوجه للاسكندريه؟ استقر مجلس اداره نادي الزمالك على عناصر الوفد التي سوف تتجه الى الاسكندريه لتقديم واجب العزاء في السيد احمد السيد الشبكي، والذي توفى بسبب حادث احمد فتوح. نادي الزمالك قرر ارسال وفد يوم الاحد لتقديم واجب العزاء في المتوفى. الوفد برئاسه هشام نصر نائب رئيس النادي، وعدد من اعضاء مجلس الاداره، وعدد من لاعبي الفريق على راسهم قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا. الوفد يتكون من هشام نصر نائب رئيس النادي، عبد الواحد السيد مدير الكره، محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، سيف فاروق جعفر، وسيد عبد الله نيمار، ومصطفى الزناري، محمد اشرف رؤى، وعبد الله بيرهوف، وميشو، واحمد انديل اداري الفريق. تحديد موعد اول جلسه لمحاكمه فتوح. حددت محكمه استئناف الاسكندريه موعد اول جلسات احمد فتوح لاعب الزمالك في القضيه المتهم فيها. تم تحديد يوم الاثنين موعد اول جلسات محاكمه احمد فتوح في الاتهامات الموجهه ضده بالقتل الخطأ لامين شرطه والقياده تحت تاثير المواد المخدره. فتوح متهم بقتل السيد احمد السيد الشبكي اثناء قيادته لسيارته، حيث تبين من التحقيقات انه كان يقود السياره بسرعه هائله تجاوزت الحد المقرر. بيان من مرتضى منصور عن موقف فتوح. خرج مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بتوضيح حول اخر تطورات قضيه اللاعب احمد فتوح ظهير ايسر الفريق. مرتضى منصور وعبر حسابه على الفيسبوك تحدث قائلا: الحمد لله، يا رب تكمل على خير. اسره المرحوم باذن الله السيد الشبكي اشترطت للتصالح والتسامح ان يعتذر علنيه المدعو احمد سالم المستغل لقناه الشمس للترويج للجنه العار الفاشله، لانه اساء للمرحوم واتهمه بالرعونه كذبا، وان تنشر لجنه العار نعي رسمي باسم نادي الزمالك، لان لجنه العار تجاهلت تقديم واجب العزاء لاسره المرحوم، فاضطر المتحدث الرسمي ان يتقدم باعتذار لاسره المرحوم عن تصريحاته الاستفزازيه التي اساءت للمرحوم، كما رضخت لجنه العار لشرط اسره المرحوم للتصالح ونشرت نعي متاخر جدا جدا. واليوم الاحد وبناء على طلب من الاسره المحترمه يتوجه وفد من لاعبي الزمالك وبعض الاداريين الى حي فليمنج بالاسكندريه لتقديم واجب العزاء المتاخر، وذلك في تمام الساعه 4 عصرا. وفي المساء ان شاء الله يتم عقد جلسه الصلح بحضور اسره احمد فتوح واسره المرحوم. لذلك اؤكد كل ما نشر من ان اسره المرحوم السيد الشبكي تقاضت مبلغ 15 مليون جنيه كديه هو خبر كاذب ولا اساس له من الصحه، فكفى اطلاق شائعات تسيء لعائله المتوفي وتسيء ايضا للموقف القانوني لفتوح. طبعا كلام اقل ما يقال عليه مع كامل احترامي للمستشار مرتضى منصور، يعني انه استغلال للمواقف لمحاوله تشويه الناس بس مش اكتر. لاعب الزمالك مطلوب في الدوري الجزائري. كشفت تقارير صحفيه جزائريه عن اهتمام نادي وفاق سطيف الجزائري بالبنيني سامسون كنيولا مهاجم الزمالك، اللاعب الذي لم يقدم المستوى المنتظر منه منذ التعاقد معه. تحدثت الصحافه الجزائريه عن ان نادي وفاق سطيف بيرغب في ضم اللاعب الى صفوفه بدايه من الموسم القادم. ووفقا للصحافه الجزائريه انه وبطلب من المدير الفني للفريق الجزائري رضا بن دريس بيبحث مسؤول الفريق مخاطبه الزمالك بعرض رسمي لضم اللاعب. وكيل اللاعب في تصريحاته اكد انه لا يوجد اي عروض رسميه حتى الان من النادي الجزائري، وانه سمع عن هذه الاخبار من مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام. الامر في يد نادي الزمالك في كل الاحوال في حال وصول عرض رسمي من اي نادي لضم اللاعب. هو بس يوصل العرض ومالكوش دعوه انتوا، يوصل العرض من اي حته الزمالك هيخلص على طول. ماجد هاني يشكر الزمالك. حرص ماجد هاني لاعب خط وسط نادي بلديه المحله المعار من الزمالك على تقديم الشكر لكل من دعمه في محنته الصحيه الاخيره التي سقط من خلالها خلال مباراه بلديه المحله والجونه في الدوري، وفقد الوعي وتوجه الى المستشفى مباشره. ماجد هاني وعبر تصريحات تلفزيونيه اكد انه حاليا بصحه جيده وسعيد جدا بدعم جمهور الزمالك ولاعبي الزمالك خلال مباراه الفريق، واكد ان اعارته بلديه المحله انتهت. سوف ابحث مع الاطباء موعد عودتي لممارسه كره القدم من جديد ثم يبحث مستقبله، حيث اكد انه تحت امر نادي الزمالك في القرار الذي سوف يتخذه بشانه خلال الفترات القادمه بشان مستقبله خاصه، وانه عائد لنادي الزمالك من جديد. وفي نهايه فيديو النهارده بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعه والاستماع، مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم كوره كل يوم مع مؤمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.